بتبدأ أحداث الفيلم يوم 5 مايو سنة 1997 مع بطلنا جيم وهو بيقوم مفزوع من كابوس، وبيكون راكب عربية هو وأبوه وأمه وأخوه، وده علشان يروحوا لبيتهم الجديد. ولما بيوصلوا للبيت بيقف جين يبص عليه وبيحس إنه شافه قبل كده، فبيجي أخوه يو وبيقول له عجبك البيت ولا إيه؟ وبنعرف إن يو كان طالب متفوق في دراسته وشاطر جدا في مجالات كتير زي الرياضيات والأعمال الحرفية، لكن من سنة عربية خبطته في رجله الشمال وخلته بقى يعرج. لكن جين مازال فخور بيه وشايف انه لسه بطل. وبنعرف ان جين ويو هيقعدوا في اوضه واحده، وده لان الاوضه التانيه بيكون فيها اغراض الملك السابق للبيت ولسه هياخدها بعد شهر. فجين بيسال ابوه ايه اللي في الاوضه دي، فبيقول له انه ما يعرفش وبيطلب منه ما يدخلش الاوضه دي خالص علشان الملك السابق للبيت مشدد عليه كده. وبيكون جين في اوضته وبيسمع موسيقى، ولكن فجاه بيسمع اصوات خبط وبتكون جايه من الاوضه المقفوله، فبيقرر انه يروح يشوف في ايه. ولكن قبل ما بيفتح الباب بيمسكوا اخوه من وراه وبيقول له بتعمل ايه. فبيقول له جين انه سامع اصوات غريبه من الاوضه دي. فيو بيحط راسه على الباب ولكنه مش بيسمع حاجه، وبيقول لجين انت محتاج تشم شويه هوا نقي، وبياخدوا بعدها وبيخرجوا وبيبقوا بيتكلموا مع بعض في جو ممطر. ولكن بيتصل الاب بيو وبيقول له يرجع البيت علشان يديه وثيقه وعاوزه يقراها. فبيمشي بعدها يو وبيفضل جين واقف، واثناء ما يو بيرجع بيقابل مجموعه اشخاص وبيضربوه. فبيشوفوا جين بالصدفه، فبينادى عليه وبيروح له علشان ينقذه، ولكنهم بيخطفوا الاشخاص دول وبيهربوا. بس بيقدر جين يلمح نمرة العربية بتاعتهم وبيرجع للبيت وبيقول لابوه وامه على اللي حصل، وبعدها بيغمى عليه. وتاني يوم بيفوق وبيجي 2 ضباط، وده علشان يسمعوا اقواله. فبيقول لهم على نمرة العربية، فظابط منهم بيقول له ان مفيش عربية بالنمرة دي وممكن تكون اتلخبطت في الارقام بسبب المطر والظلام. فبيتعصب جين وبيقول له انا متأكد من النمرة دي، ولكن الشرطة مش بتوصل لحاجة خالص. وبنعرف ان جين بياخد دواء مضاد للتوتر، وبنشوفه بيحلم بالكابوس واللي شافه قبل كده كل ليلة. وفي أحد الليالي بيسمع جين أصوات قوية من الأوضة المقفولة، وفجأة الباب بيتفتح فبيستخبى جين تحت الحافو، وبيسمع صوت خطوات شخص جاي ناحيته وهو بيدخل الأوضة. فبيبص جين ومش بيلاقي حد، ولكن فجأة بيشوف عفريته جنبه بتهجم عليه، لكن بيطلع إنه كابوس وبيقوم من النوم وهو مفزوع. وفي اليوم ال19 من اختفاء يو بيرجع للبيت أخيرا، ولكنه بيكون فاقد جزء من الذاكرة وبالتالي مش بيبقى فاكر أي حاجة من يوم الخطف. وأثناء ما جين بيكون نايم بيسمع صوت أخوه يو، فبيقوم من جنبه وبيخرج من البيت. فبيسأله جين تاني يوم راح فين امبارح، لكن يو بيقول له انه ما خرجش ولا حاجة، وبيقول له انه شكله كان بيحلم. وبيقوم يو علشان يمشي، لكن بيتصدم جين لما بيشوفه بيعرج على رجله اليمين مش الشمال. فبيسأله عن العرج ده، فبيضحك يو بيقول له انا مستعجل بطل هزار بقى، وبعدها بيسيبه وبيمشي، ولكن بيعرج برجله الشمال زي الأول. وبنشوف جين قاعد يذاكر ولكن بينام على مكتبه، فبيجي يو بيمسك القلم وبيوجه السن بتاعه ناحية عين جين، لكن السن بيقع قبل ما يوصل لعينه فبيسيبه وبيمشي. ولكن المفاجأة ان جين كان صاحي وكان بيمثل علشان يمشي ورا اخوه ويعرف هو بيروح فين، وفعلا بيمشي وراه وبيتصدم لما بيشوفه بيمشي عادي من غير اي عرج. وبيركب بعدها تاكسي، فبيروح جين وراه وبيوصلوا لحد مكان غريب، وجين بيشوف يو بيتكلم مع ال2 ضباط اللي كانوا بيحققوا في القضية وبيكونوا بينادوا يو بالرئيس. شكل الموضوع في إنه المهم جين بيمشي ورا يو ولكنه بيختفي فجأة، وبعدها بيحاصروا جين ال2 ضباط وبيقولوا له الرئيس عايز يقتلك. ما تعقدش الموضوع أكتر ما هو متعقد، ولسه هيمسكوه ولكنه بيزقهم وبيهرب منهم. وبعد مطاردة كبيرة بيقدر إنه يستخبى منهم، ولكن الحلو ما بيكملش، بيجي يو من وراه وبيخدروه. وفجأة بنشوف جين بيقوم من النوم وهو على مكتبه وكأن مفيش أي حاجة حصلت، وبيبص وراه وبيلاقي أخوه على السرير، فبيخاف وبيروح يستخبى في الحمام. فيو بيسأله مالك، فبيزعق ليه وبيقول له ابعد عني، أنا امبارح مشيت وراك وشفتك أنت والظباط. فبيقول له يو أنا ما خرجتش امبارح، وإن أكيد ده كان مجرد حلم هو شافه. فبيتعصب جين عليه وبيقول له إن ده مش حلم، أنا فاكر كل حاجة كويس، قول لي فين أخويا وعملت فيه إيه. ولكنه مش بيرد عليه، فبيمسك جين حديدة وبيطلع يشوف في إيه، ولكن بيهجم عليه يو وبيوقع الحديدة من ايده وبيقول له اهدى، انت اكيد ما خدتش الدواء بتاعك امبارح، فقاعد تهلوس وكده. وجين بيفتكر فعلا انه نسي ياخد الدواء بتاعه وبيقعد يعيط، وبعدها بياخد الدواء وبيعتذر ليو. ولكن لما بيقعد على مكتبه بيشوف سن القلم لسه موجود في مكانه، فبيتأكد انه ما كانش حلم، وبيروح يقول لأمه على كل حاجة حصلت. فبتتصدم جدا وبيتفقوا انهم هيمشوا ورا يو لما يخرج مرة تاني. وبالليل بيروح جين ياخد الدواء بتاعه، ولكن الصدمة انه بيسمع امه بتتكلم في التليفون مع يو، وبنعرف ان اسمه الحقيقي تشوي، وبتقول ان الوغد ده اكتشف امرك وقال على كل حاجة. فبيتصدم جين وبيعمل صوت بدون قصد، فبتحس الام بيه. فبيروح جين على اوضته وبيعمل نفسه انه نايم، ولكنها بتخدعه وبتمسكه وهو صاحي،
فبتروح وتقول لتشوي وبيجي بسرعة علشان هي كمان اتكشفت. فبينط جين من شباك اوضته وبيحاول انه يهرب بسرعة، ولكن بيقابله ابوه في السكة وبنعرف ان هو كمان معاهم فبيزنقه وبيهرب منه. فبيجري وراه تشوي ولكنه مش بيقدر يلحقه، وبيقدر جين يوصل لاسم الشرطة وبيحكي لهم على كل حاجة حصلت. فبيسألوا الضابط ازاي في ناس خاطفينك لمدة شهر كامل وبيمثلوا انهم اهلك وانت ما لاحظتش ده. فبيكون جين هو ذات نفسه مش عارف ازاي. فبيجيب الضابط الملف بتاعه وبيقول له انت مواليد سنة 1977، يعني عندك دلوقتي 41 سنة. فبيستغرب جين وبيقول له انا عندي 21 سنة بس. فبيضحك الضابط وبيقول له بص على النتيجة كده. وهنا بتيجي الصدمة وبيطلعوا انهم في سنة 2017. فبيتصدم جين وبيروح يبص في المراية وبيشوف نفسه شخص كبير في السن، يعني هو عنده 41 سنة فعلا. فبيرجع البيت علشان يتكلم معاهم ولكنه مش بيلاقي حد، وبيسمع صوت موسيقى جاي من الأوضة المقفولة. فبيروح هناك وبيشوف تمثالين ملطخين بالدم وبيكون جنبهم سكينة. فبيقول ايه اللي حصل هنا. فبيجي تشوي وبيقول له فشلت خطتنا للأسف. وبيجي الأب والأم. فجين بيقول انت عملتوا فيا ايه. فبيقول تشوي من 20 سنة أمه وبنتها اتقتلوا بوحشية في البيت ده وتحديدا في الأوضة دي، ولكن الشرطة معرفتش تلاقي القاتل. وبعد فترة قرر أهل الضحية يأجروا الناس علشان يحققوا في القضية دي. وبالفعل بعد 4 سنين بيلاقوا القاتل أخيرا، والصدمة إنه بيطلع هو جين. وبيحاولوا يخلوه يعترف ولكنه بيكون مش فاكر حاجة. وبنرجع بعدها للحاضر وجين بيقول لتشوي إنه مش فاكر الكلام ده وأنا ما قتلتش حد. فبيقول لتشوي إن ده نفس الكلام اللي قعدت تقوله وقتها وحسيت ساعتها إنك صادق، وعشان كده أجرنا خبير تنويم مغناطيسي وإنه يحاول يخليك تعترف، ولكن مفيش أي حاجة نفعت معاك للأسف. وبنعرف إن جين طلع عنده فقدان ذاكرة انفصامي، ودي حالة بتيجي للشخص علشان ينسى تماما حدث مؤلم أو صادم مر بيه. وبنشوف الخبير بيقترح إنهم يعملوا ليه تنويم مغناطيسي، وده علشان يوهموه إنه في سنة 1997 وتحديدا في تاريخ قبل ارتكاب الجريمة، وده علشان ترجع له كل ذكرياته وقتها. واللي كان بيساعده على ده هو الدواء اللي كان بياخده، واللي طلع إنه دواء للذاكرة مش مضاد للتوتر. وبالفعل بتنجح خطتهم. وبنشوف أول مشهد تاني وهو راكب العربية، ولكنه بيكون بشكله الحقيقي وهو كبير، والخبير قايم بدور أبوه وجابوا ممثلة تقوم بدور أمه، وتشوي قايم بدور أخوه. وبنشوف كل الأحداث اللي فاتت لكن من وجهة نظر العيلة المزيفة. فبنعرف إنهم عملوا محاكاة مسرح الجريمة في الأوضة المقفولة، وده علشان جيني يفتكر الجريمة بتاعته. ولكن مجموعة الأشخاص اللي شفناها في أول الفيلم وهم بيضربوا تشوي طلعوا محققين مشيوا وراه وعرفوا كل حاجة عن خطته، وبيتحبس لمدة 19 يوم، ودي المدة اللي اختفى فيها. وبيفضلوا منتظرين الدنيا تمطر علشان يبدأوا تنفيذ عملية المحاكاة. لكن قبل ما يحصل ده بيكتشف جين إنهم مش أهله زي ما شفنا. وبنشوف في الوقت الحاضر تشوي راكب عربية مع جين وبيقول له إنه هيموتوه بأسوأ طريقة ممكنة. فجين بيقول أنا مش هموت، وبيفتح باب العربية وبينط منها وبيهرب بعدها بسرعة. فبيطاردوا تشوي بالعربية، ولكن قبل ما بيخبطوا بتيجي عربية تانية قدامه فبيحاول يتفاداها، ولكنه بيخبط في شجرة ودماغه بتتفتح. فبيمشي بعدها جين، ولكن بتيجي عربية وبتخبطه وبيغمى عليه. لكن لحسن الحظ بتيجي الإسعاف وبيحطوه على جهاز التنفس. وبنرجع لماضي جين سنة 1997 وبنشوفه وهو راكب العربية مع أهله، ولكن بيعملوا حادثة. وبنعرف بعدها ب6 شهور إن أبوه وأمه ماتوا، ولكن أخوه لسه عايش، بس بتكون حالته حرجة جدا ومحتاجة عملية في أسرع وقت ممكن. فبيروح يقدم على الوظيفة علشان يجمع فلوس العملية، بس دايما كان بيترفض. وفي أحد الأيام بيقدم بياناته على النت في جروبات الشغل، فبيبعت له شخص مجهول رسالة فبيقول له فيها أنا هديك الفلوس اللي أنت عايزها مقابل إنك تقتل شخص ما، وقدامك مهلة تفكر لحد بكرة الظهر. فجين بيتصدم جدا ولكنه بيكون مضطر فبيوافق، وبيتصل بيه الشخص ده وبيديله العنوان وبيقول له في واحدة ست وطفلين، موت الست بس اوعى تقرب من الطفلين. فبيروح جين فعلا ومعاه سكينة وبيدخل أوضة الست وبيشوفها وهي نايمة مع ابنها الصغير. فبيتردد وبيقرر يتراجع عن القتل، لكن بتشوف الست قبل ما بيمشي وبتصرخ. فبيقول لها ما تصرخيش وانا همشي، فبتسكت فعلا ولسه كان هيمشي، ولكن بتيجي البنت وبتشوف السكينة في ايده وبتفضل تصرخ. فبتحصل صدمة عصبية لجين وبيجري وراها وبيموتها بدون قصد، وبعدها بيعيط وبيعتذر ليها. ولكن بتيجي الأم وبتصرخ فبتجيله الصدمة العصبية تاني وبيهجم عليها وبيموتها هي كمان. وبعدها بيهرب من البيت، ولكن بيشوف الطفل الصغير اللي لسه فاضل وبيسأل عن أمه. فبيقول له جين عد لحد 100 وهتلاقي أمك وأختك بعدها. وأثناء ما هو بيمشي بيشوف صورة للعيلة وبيكتشف إن الدكتور اللي بيعالج أخوه هو اللي طلب منه يقتل مراته، فبيروح ليه على طول. ولكن قبلها بيعرف الدكتور من ابنه إن بنته هي كمان ماتت مع مراته، وبيسأل جين عملت كده ليه؟ دول عيلتك.
فبيقول له الدكتور مراتي لما تموت هتاخد فلوس التأمين بتاعتها وهتنقذ العيلة من الفقر، بس انت قتلت بنتي ودمرت كل حاجة، واخوك هو كمان هيموت وانا هقتلك بايدي دلوقتي. وبيمسكه من رقبته وبيحاول يوقعه من فوق السطح، ولكن بيقاوم جين وبيقع الدكتور. فجين بيحاول يمسك ايده وينقذه، ولكن بيقع وبيموت هو كمان للأسف. وبنرجع بعدها للحاضر أخيرا، وبنشوف جين في المستشفى وجنبه تشوي، واللي بيكون ماسك حقنة سم ورايح علشان يحقن بيها جين. ولكن جين بيقول له قول لعيلة الضحية أنا آسف. فتشوي بيتصدم وبيرمي الحقنة من إيده وبيقول له ذاكرتك رجعت؟ قول لي مين الشخص اللي حرضك تموت الست وبنتها؟ وكان جوزها مش كده؟ كان عاوز ياخد فلوس التأمين بتاعت مراته مش كده؟ لكن جين مش بيرد، فبيتعصب عليه تشوي وبيقول له انت قلت لي عد لحد 100 وهتلاقي امك واختك، بس ده ما حصلش. وبيقول له قرايبي خدوا الفلوس وحطوني في ملجأ للأيتام، وليه ما قتلتنيش أنا كمان وقتها؟ فجين بيفضل يعيط وبيقول له إنه آسف. فبيقرر تشوي يبقى على حياة جين وبيسيبه وبيمشي، وبيروح ينط من شباك المستشفى وبينتحر. وجين بيمسك حقنة السم وبيحقن بيها نفسه وبينتحر هو كمان. ولحد هنا بيخلص الفيلم. فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.